يا أهلا وسهلا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وفي أحسن حال إن شاء الله. فيديو النهاردة ملخص ليوم كان كله نشاط الحمد لله، وخلصت حاجات كتير ورايا. انتوا كمان بعد ما تشوفوا الفيديو يا رب تكونوا اتحمستوا وجالكوا كده جرعة نشاط عشان تقوموا تخلصوا كل اللي وراكوا. لو أول مرة تتابعوني أتمنى ان انتوا تشتركوا عندي في قناة اليوتيوب وتدعموني واعملوا لايك وكتبولي رأيكم في الكومنتات، واستنوا فيديوهات مختلفة وجديدة ان شاء الله. قبل ما ابدأ في تنظيفات البيت انا ببدأ من بره لجوه. قلت الاول كان عندي بنجر كده علشان هو بياخد وقت طويل، قلت ابدأ بيه احطه على النار كده بحيث ان هو يخلص سوا على ما انا اكون خلصت تنظيفات. فنضفته كده وقصيت الحاجات الزيادات اللي فيه، وبعدين بدأت ان انا احطه على النار، وبعدين قلت بقى اروح اشوف اللي ورايا بره في التنظيفات. انا بحب البنجر جدا، فدايما بحاول اخليه موجود عندي في التلاجة يقعد معايا فترة علشان ما كسلش ان انا كل يوم مثلا اعملها وكده. عايزه اقول لكم ان البنجر مفيد جدا جدا جدا، مليان حديد وفيتامينات بي مهم جدا للبشره والشعر، بيقلل الالتهابات اللي موجوده في الجسم عموما، وبيحسن من وظيفه الجهاز الهضمي. واكتشفوا كمان ان هو ليه دور فعال جدا في ابطاء او موت الخلايا، بعض الخلايا السرطانيه في الجسم. فهو مفيد جدا، حاولوا تدخلوه في نظامكم. حتى لو مش بتحبوه سلطه ممكن تحطوه في عصاير، تسلقوه وتدخلوا معاه مثلا جزر وبرتقان او اي نوع عصاير تانية في الخلاط كده، تضربوه مع بعض وتصفوه وتشربوه. فهو مفيد جدا، وخصوصا كمان حاولوا دايما تخلوا الحاجات المفيدة ديت الاطفال يحبوها بأي طريقة بقى ممكنة. وكمان بيقلل تساقط الشعر على فكرة، وبيخلي الشعر يعني ينمو بطريقة صحية. لو انتوا بتاكلوه دايما هتلاحظوا الحاجات دي، ممكن تدخلوا تشوفوا فوائده الكتيرة على النت. بعد ما خلصنا معركة البنجر اللي انتوا شايفينها دي، دخلت بقى على الشغل في الصالة، رفعت كل حاجة ممكن تترفع صغيرة من على الأرض، حطيتها في أي سطح علوي، وشلت المشيات الصغيرة كلها. ابتديت ان انا اكنس واسيق كده وانضف الاسطح كلها، واثناء ما انا شغالة كنت بشغل الغسالة على الدفايات اللي هي خلاص بقى انا شلتها، مش محتاجاها خلاص، الجو بقى كويس، بغسلها واشيلها نضيفة. وشلت بقى المشايات الصغيرة كلها وغسلتها وشلتها، قلت خلاص بقى مش هفرشها علشان يبقى يعني مفيش سجاد كتير في الارض والحر وكده، وكمان مش كل ما اجي انضف اشيلها وانفضها واحطها، اقلل مجهود يعني. فغسلتها ونشرتها، ولما نشفت شلتها كده ايه على جنب في اخر اليوم، علشان ايه خلاص بقى اخلي مساحة سيراميك كتير من الارض ترطب علينا يعني في الصيف، وتقلل مجهود معايا. حسيت كده احسن يعني، انا كل صيف الصراحة بعمل الحركة دي. وعلى طول بعد ما خلصت الصالة كلها رجعت بقى كل حاجة مكانها، وزي ما انتوا شايفين كده حطيت كل المشات الصغيرة في قلب بعض علشان ما تاخدش مني مساحة في المكان اللي انا هحطه فيه، وشلتها بقى على جنب في اي مكان تاني. خلصت الصالة وبعدين دخلت على المطبخ، رتبت كده تحت الحوض كويس قوي، والفرشة اللي تحت الحوض ديت انا على طول بغيرها، بحط دايما كده ملاية قديمة مثلا او حاجة، علشان لو حصل تسريب او اي حاجة فهي تمتص المية اللي هتتكب او هتقع مثلا من الصرف او ايا كان. ولو متابعين الفيديوهات اللي قبل كده، ده درجين من التربو الكبير انا شلته، مبقاش عندي ليه مكان، فاخدت الدرجين دولت حطهم كده فيهم مثلا العدة او المسامير او اي حاجة ليها مثلا ملهاش مكان عندي بره، بحطهم هنا، ورصيت فوقيهم بقى المنظفات زي ما انتوا شايفين، وحطيت على جنب بقى الصواني الكبيرة كده اللي انا مش عارفة اشيلها يعني، مفيش دولف واخداها، وجمعت كل الحاجات المنظفات هنا في البلاستيكة ديت برضو تحت الحوض. هنا بقى كنت عاملة فكرة كده فحبيت اشاركها معاكم في ترتيب التوابل بتاعتي، انا ازاي عاملاهم مستويات كده فوق بعض. طبعا في حاجات كتير بتتباع للمنظر ده، بس انا كنت شارية 3 ارفف كده بيتركبوا مع بعض ديكور في الحيطة، ولقيت الخامة بتاعتهم ضعيفة جدا ومعرفتش ارجعهم، فقلت بقى استغلهم في الفكرة دي، حطيتهم كده جنب بعض بالمستويات، وحطيت الصغير ورا خالص زي ما انتوا شايفين، فعمل لي بقى ايه الشكل ده، فبقيت شايفة اللي ورا والحاجات كلها شايفاها بالتناسق اللي انتوا شايفينه ده. شايفة يعني لو حطهم كلهم في مستوى واحد اللي ورا مش هيبقى باين، فانا عاملاهم ايه زي السلم كده، فعاطي شكل حلو ومبين لي بقى كل الحاجات اللي انا حطاها، وفي نفس الوقت منسقة كل البرطمانات شكل واحد، كلها شفافة علشان اعرف ايه اللي جواها وكده، فده مسهل عليا الدنيا يعني. فقلت فكرة ممكن تعملوها بأي حاجة، على فكرة خشب قديم أو أي حاجة ممكن تعملوا فكرة زيها يعني، الموضوع سهل يعني. حاولوا بأي حاجة موجودة عندكم
الفود طلعوا منها افكار كتير ممكن تستغلوها في حاجات كتير قوي، غير مثلا ما تكون مركونة او حاجة ليها استخدام واحد ممكن نعيد تدويرها في حاجة تانية. يعني انتوا دوروا هتلاقوا افكار كتير لاي حاجة مركونة عندكم ان شاء الله. بعد ما خلصت المواعين بقى وخلصت الاسطح كلها وفضيت الحوض، قلت بقى بالمرة هاخد التلاجة، كان بقالي فترة ما عملتهاش، غسلتها وطلعت منها كل الحاجات اللي فيها وغسلتها كويس جدا. المفروض ان انا بطلع الارفف ديت تتغسل طبعا في الحوض احسن، بس التلاجة عندي الباب مش بيتفتح لاخره لان هي موجودة جنب حيطة، فمش بعرف اطلع الارفف منها، فبضطر ان انا اغسلها وهي جوه. بس انا الاحسن طبعا ان انت تغسليها على الحوض علشان متفضليش فاتحة التلاجة كتير. بس انا بحاول على قد ما اقدر ان انا انجز يعني عشان ما اسيبش باب التلاجة مفتوح كتير. وممكن افصلها بس برضو الفيشة بتاعتها موجودة وراها، وده بيكون موضوع متعب قوي لان انا لازم اطلعها برا علشان افصلها من ورا. فبحاول ان انا اسرع نفسي علشان انجز وما اسيبش الباب مفتوح يعني مدة طويلة. بالنسبة لي احسن وقت لتنظيف التلاجة او غسلها الفترة اللي انا مثلا هشتري او اليوم اللي انا هشتري فيه طلبات البيت، علشان افضي التلاجة كلها ببقى عارفة ايه اللي عندي، ايه النواقص، مكررش حاجة او كده، او لو في اكل مثلا او طبق نسيه ولا كده اتخلص منه على طول. طبعا زي ما بننضف التلاجة جوه مهم جدا ان احنا ننضفها من بره، علشان دي طبعا موجودة في المطبخ، اكيد بيجي عليها تراب وبيجي عليها دهون وكل الكلام ده. تنظيفك للتلاجة باستمرار هيخليها تعيش معاكي فترة اطول، وهتخليها تشتغل بكفاءة عالية، وهتبقى نضيفة ومش بتطلع ريحة لو انت عندك ريحة او كده. مهم جدا مش يعني مثلا مرة كل اسبوعين حتى ولا حاجة تنضفيها. بالنسبة للدرج بقى بتاع الخضار اللي تحت ده، انا الصراحة بطلت احط فيه خضار لان مش عارفة ليه الخضار فيه بتبوظ، معرفش المفروض اعمل ايه بصراحة علشان اغير الموضوع ده. بقيت بحط فيه دقيق وتوابل والبقوليات الزيادة اللي مينفعش تتحط بره وخلاص. بالنسبة بقى للاكياس اللي هي بتغطي الاطباق ديت يا جماعة ما بقدرش استغنى عنها بجد، اختراع. اي طبق او اي حاجة ما عنديش علب مثلا فاضية او كده علب تلاجة بستخدمه، خصوصا في الاكلات اللي فيها مثلا ريحة او في حاجة فيها توم او كده، رهيب كأني حاطة الحاجة في علبة تلاجة بالظبط. بحب جدا برضو احط كل بواقي الاكل والجبن وكل الحاجات في علب تلاجة احسن واشيك الصراحة. بقالي فترة ما عملتش تنظيف عميق للبوتاجاز، فخدته بقى بالمرة تنظيفة كده من القلب، غسلت كل فتفوتة جوه الفرن، ما سبتش حتة ما عملتهاش الصراحة، علشان ما عملتش الخطوة دي بقالي فترة، فقلت بقى بالمرة هعمله تنظيفة عميقة جدا جدا. فغسلت بقى كل حاجة وطلعت كل الحاجات اللي بتبقى اللي هو الصواني والبتاع السيخ بتاع الشواية، كل الحاجات اللي فيه طلعتها برضو غسلتها، وغسلت الازاز من بره ومن جوه من الجناب ومن فوق ومن تحت ومن ورا كل حاجة. مهم جدا نعمل الخطوة دي اصلا كل فترة علشان نحافظ على عمر البوتاجاز، وعلشان ما يتكومش فيه دهون برضو من جوه وكده، برضو مع الوقت بيقع فيه بواقي اكل وكده بيبقى مش لطيف يعني. والعيون بقى حطيت عليها خل وسائل اللي هو البريل بتاع الاطباق وميه سخنه، ولو في بيكربونات وملح الليمون يبقى تحفه جدا. ونقعتهم بقى في الخلطه دي على جنب كده فتره محترمه لحد ما خلصت البوتاجاز كله ولمعته ورجعته جديد. شايفين بقى لمعه المرايه رهيبه. خدت بالمره الارض برضو كبيت فيها شويه ميه كده وغسلتها ومسحت ونضفت، ومسحت كمان وحده المطبخ من بره كده، وخليت المطبخ بقى فل، التلاجة مع البوتاجاز مع الحوض كل حاجة زي الفل الحمد لله. وفرشت السجادة تاني وكده بقى المطبخ زي الفل، مفضلش غير الشباك، قلت هعمله مرة تانية لان كنت خلاص بجد تعبت. الشباك اصلا محتاج يوم لوحده لان هو على الشارع ومليان، بيبقى مليان تراب وكمان دهون عشان حاطه البوتاجاز تحتيه، فهو محتاج مجهود تاني لوحده، فقلت بقى مرة تانية ان شاء الله. شطبت المطبخ من كله الحمد لله، ودخلت بقى اكمل جرعة الحماس والنشاط اللي كانت عندي ديت ما شاء الله. دخلت بقى على الحمام خليته زي الفل، غسلت كل حتة برضو فيه. قلت بالمرة بقى بما اني كده كده ربنا عطيني شوية قوة النهاردة وشوية نشاط وطاقة ما شاء الله، قلت بقى بالمرة اخلص الحمام عشان يبقى البيت كله كده نضيف وبيتنفس، واقعد بقى في نظافة وروقان. بجد اليوم اللي بعمل فيه تنظيف عميق للبيت ده ببقى كده مبسوطة ورايقة ويوم لطيف، وبحس ان انا كده مبسوطة لان البيت بيبقى كله نضيف، بيبقى احساس خطير. اقول لكم كمان على فكرة كده بحب اعملها دايما وانا ماشية بنضف البيت في الاوض او الصالة او اي مكان، بيبقى معايا كذا حاجة جنبي، مثلا كذا باسكت بلم فيه الزبالة، اكيد في ورقة هنا، زبالة هنا وقع هنا او كده بلم فيه الزبالة. مكان حاجة تانية باسكت تاني زي ما انتوا شايفين كده بلم فيه كل الحاجات اللي انا
يعني محتاجاها وعايزاها بس محتاجة تتصلح، مثلًا التوكة دي محتاجة تتغسل، الساعة بتاعتي اتقطعت فمحتاجة أنا أصلحها، التوك باظت محتاجة تتصلح أو كده. يعني كل الحاجات اللي أنا عايزاها ومحتاجة أصلحها باحطها في مكان واحد علشان أعملها كلها مع بعض، متبقاش كل حاجة متنطورة في حتة. وباسكت تاني باحط فيه الحاجات اللي أنا خلاص استغنيت عنها، يعني مش محتاجاها فخلاص هتترمى. فعلشان إيه الموضوع بيبقى سهل، واحد للزبالة وواحد للحاجات اللي أنا عايزاها وهاصلحها في مكان واحد، وواحد للحاجات اللي أنا خلاص مش عايزاها. ده بيسهل عليك الدنيا خالص، مش كل درج مثلًا التوكة دي عايزة تتصلح فاخليها هنا هاخدها بعدين، أصل دي محتاجة تصليح فاخليها هنا هاخدها بعدين، لأ جمعيها كلها في مكان واحد هتفتكريها مش هتنسيها. كان ضروري طبعًا بعد المعركة ديّة إن أنا آخد شاور متين كده وأغيّر هدومي، وأهم حاجة عندي بعد اليوم التنضيف هو الترطيب، سواء جسمي أو إيديا، وإيديا بالأخص، لإن أنا مش معظم الوقت باحب ألبس gloves أصلًا والمفروض ده أحسن، بس ساعات باحس إن أنا باستخدم إيدي بيكون الموضوع أسهل يعني، وباتمكن من الحاجة أكتر، فبارطب إيدي بقى دايمًا علشان إيدي متتأثرش بالمنظفات اللي أنا باستخدمها. زي ما باحافظ على نضافة البيت وباعمل البيت تنضيف عميق، مهم جدًا طبعًا إن أنا أحافظ على نضافة جسمي وأعمل تنضيف عميق لجسمي ووشي كمان، أحاول أحافظ إن جسمي على طول مترطب من برّه ومن جوّه، آخد بالي من شرب المَيّة أو آكل حاجات ترطب على جسمي خصوصًا في فترة الحر. بعد ما أخدت بريك دخلت بقى أشوف الغدا، أنتم متخيلين إن الجمال والقرمشة والcrispy واللون التحفة ده أجنحة فراخ؟ ممكن تكونوا مفكرينها أصلًا دبابيس من حجمها ما شاء الله، بس أنا باعملها خطيرة. هنا كنت باوريكم إن الملاحة باستخدمها سوسيرة عادي جدًا، بتنفع كده أو كده. ووجبة الأجنحة ديّة إحنا ممكن ناكلها مثلًا 3، 4 أيام في الأسبوع عادي من كتر ما إحنا بنحبها، وبنحب ناكلها يا جماعة جنب رز عادي مش جنب مكرونة. ده كان غدا النهارده واليوم عدّى الحمد لله، عملت بقى ice coffee كده وقعدت بقى باقي اليوم بتاعي، قاعدة على الكنبة كده باشرب الice coffee بتاعي بابُص للسقف والحمد لله يوم عدّى بنشاط ومُثمر وخلصت حاجات كتير ورايا، ده بفضل ربنا وبفضل إن أنا صحيت بدري وبفضل إن أنا كمان منظمة يومي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تكتبوا لي رأيكم في الكومنتات، وهاستناكم في فيديو جديد. باي باي.